شوف هذه لا فيديو راح نمد فيها وجهة النظر ديالي ونطرح بعض التساؤلات، ما انتقاد ما تحطيم، ما لا تبع الاخر. هضره كبيره راهي تدور دوك بلي بيتكوفيتش راح يستدعي عده لاعبين جدد وابرزهم لياس زيدان وايتان مبابي وحتى لاعبين اخرين، اضافه الى تجريب عده خطط في 16 تاع مارس، وين راح يكون ماتش كونتر الاوروغواي وايران وحتى ماتش مع لا هولندا، هذه مازال ما ترسمتش. ايماجيني عامين هو يمشي بالشرعيه الثوريه والاعتماد على الكهول، كي بقاو 5 شهور على المونديال قال لك نبدا نحل في الورشات ونستدعي لاعبين جدد وممكن نعطيهم الفرصه. ايماجيني برك لو كان خدم بهذه السياسه من نهار جا ليكيب ناسيونال ودار كيما فايد علي روزيتش. بصح السي بيتكوفيتش عامين هو يحرش بينا 3 شهور العام اللي فات وحنا نستناو في تربو الجوان باش نشوفوه يجرب في الماتش تاع رواندا والسويد. في الماتش تاع رواندا اللي بايكيب تاعهم ما تربحها صادفنا بلايلي ومحرز وبونجح في لاطاك ومخلي حاج موسى وشيخه في البنك، ومن هذاك الوقت هو يلعب بن سبعيني وماندي وتوغاي ومداني وما كلفش روحه ما عناء تجريب اسماء اخرى كيما بلعيد ولا شرقي ولا بالغالي. وفي لاطاك ملي جاب قبال في سبتمبر وحاج موسى هو راميهم في الدكه لاجل شكون؟ لاجل عيون رياض محرز وبن رحمه وزروقي وجماعه الشرايه الثوريه. اما بالنسبه لشرقي وبالعيد لو كان ماشي الاصابه تاع بن سبعيني في نوفمبر ما كناش راح نشوفوهم ميم با. عامين يا رب العالي، عامين وهو راقد. ودوكا كي بقات 5 شهور جاتو لحظه ادراك بلي كاين دي جوار ما يصلحوش، وهذا الوقت اللي يسرحهم ويجرب اسماء واحد اخرين.